مطور ألعاب في شركة كبيرة فضل يطور في لعبة ومستقبل الشركة كله عليها. بس المفاجأة إنه بيتسحب لجوه اللعبة وبيكون أعظم شرير ومقدر ليه الموت مهما حاول. فهل هيقدر إنه يغير مصيره ولا إيه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. بتبدأ قصتنا وبيكون في شخص قاعد على الكمبيوتر حاسس براحة كبيرة جدا لأنه أخيرا حل المشاكل اللي كانت بتسببها الشخصية الشريرة. بنعرف إن بطلنا اسمه كيم وو جين وهو شغال مطور ألعاب في شركة ار اي دبليو لإنتاج ألعاب الفيديو ومكانها كوريا الجنوبية. ومن أول ما تأسست الشركة وهي بتتصدر العناوين بنجاحاتها وبقت الشركة معترف بيها عالميا. وبنعرف إن اللعبة اللي بيختبرها من الدرجة الأولى والشركة أنفقت كل إيراداتها واستثماراتها فيها، ولو فشل هيكون في ورطة كبيرة. وجوهر اللعبة إن درجة الصعوبة ومسار القصة بيتغيروا بناء على اختيارات اللاعب، وعلشان كده بتبقى تجربة جديدة للاعب. ووسائل الإعلام المتخصصة محليا ودوليا مهتمين بيها لأنها بتتميز بوجود فئات فريدة ونادر لما بتظهر في الألعاب، زي الفرسان والسحرة والمغامرين والشياطين وصائدي الشياطين والنبلاء وكمان الملوك. ويقدر اللاعب إنه يكون أي شخصية هو عايزها جوه اللعبة. علشان كده الألعاب اللي زي دي لو فشلت معناها إن الشركة هتفشل. وبيكون بطلنا سهران في الشركة علشان يتحقق من إعدادات الشخصيات، والسبب اللي مخليه بيشتغل شغل إضافي لشهور ويتحمل سهر الليالي هو شخصية ديكولين، وهو بيكون الشخص الشرير وظيفته بروفيسور. بس أخيرا بطلنا تمكن من إكمال المهمة من غير ما موت الشخصية يتعطل. وبنعرف إن شخصية ديكولين فون غراهان هو واحد من الزعماء المتوسطين جوه اللعبة، وهو بيكون شرير محوري وعنده مسارات متفرعة كتيرة. بس هو تمكن أخيرا من قتله بشكل صحيح، والمرة دي سبب وفاته طعنة من خطيبته. وبتجيله بنت جميلة جدا من وراه وبتسأله عن آخر التطورات في اختبارات، وبنعرف إنها قائدة فريق التطوير اللي بيشتغل فيه، وكمان بتكون حبيبته السابقة واسمها يو ار. وبيفتكر السبع سنين اللي عاشوها مع بعض وكانوا دايما قريبين من بعض وقد إيه كان بيحس بالسعادة، بخلاف إن هو كان كسول بالفطرة وحبيبته كانت مدمنة على الشغل وطموحها بيدفعها دايما للاستمرار، لدرجة إنها تمكنت من تحويل شخصية حبيبها من كسول لشخص فعال. بس في الآخر انفصلوا. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه وبتعرفوا إنها سمعت إنه كان بيواجه أخطاء مستمرة، بس بتكون سعيدة لما بتعرف إن كل حاجة ماشية كويس. وبطلنا بيكون سمع شائعات إن هي ارتبطت بشخص جديد بعد 6 شهور من انفصالهم، فبيقول لها إن هو شايف إن الدنيا ماشية كويس مع الشخصية اللي كنت بتقابليها. فبتبتسم وبتتساءل إزاي الشائعات بتنتشر بسرعة كده في الشركة. وبتعرفوا إن الأمور ماشية كويس، فبيتجاهلها بطلنا، بس من جواه بيكون متضايق جدا من الكلام بتاعها. وعلشان يحسسها إنه مش فارق معاه بيقول لها إنه بيتمنى لها إنهم يوصلوا للزواج. فبتقول له بطل كلام بايخ وركز في اختبار الأخطاء. وبتعرفوا ان المؤلف غير في الاعدادات مرة تانية وعلشان كده عايزين نحدثها، فبيتضايق من التعديلات اللي بتحصل كل يوم. وبيقول لها تعرفي ان الشخصية دي لو لعبت بشكل صح تقدري تقتليه بدري جدا. ازاي هو زعيم متوسط؟ فبتقوله ان هو بيخلي الشخصية ديكولين جوه اللعبة مثيرة للاهتمام، ومع تقدم القصة هيصير شرير قوي وده هيأثر على صعوبة اللعبة. بس بتقاطعه وبتقول له انت تعرف ان نموذج الشخصيه دي مبني عليك انت يا وجين. فبيستغرب جدا وبيقول لها ديكولين ازاي؟ فبتقول له انت ما لاحظتش ان وقت ما كنا بنعمل النمذجه عنده نفس النظره الخادعه زيك؟ فبيقول لها انت بتقولي ايه؟ اذا كنت انا ما قابلتش الكاتب غير مرتين بس. فبتقول له كفايه كلام فاضي وقول لي ايه رايك في الاختبار التجريبي. فبيعرفها ان اللعبه نفسها حلوه جدا، بس فكره ان مستقبل الشركه معتمد عليها دي حاجه مرهقه. فبترد عليه انه ما يقلقش من الموضوع ده لان من خلال مقطع الفيديو للعبه العالم كله متحمس جدا انه يجربها، فيستحيل ان هي تفشل. فبيلاحظ بطلنا ان في شخص واقف قدام الشركه فبينادي عليها ويقول لها مش ده صديقك يا قائده؟ هو الوقت متاخر قوي كده؟ وبيقول لها يلا بسرعة روحي له ما تخلوهوش واقف مستني كتير. فبتضحك وبتقول له خلاص ماشي. وقبل ما تقفل الباب بتنادي عليه وبتقول له شكرا على مجهودك. فبيكون بارد جدا وبيقول لها مع السلامة. وبيكون بطلنا متضايق جدا من الحوار اللي حصل من شوية وبيقرر انه يشغل نفسه بالشغل، وبيقول انه هيطمن على ديكولين مرة تانية. وبيبقى متضايق جدا لان الكاتب ظلمه جدا لما شبهه بالشخصية اللعينة دي، وبيبدأ انه يتأكد من صفاته. وبنعرف ان ديكولين كان بيتنادى بالطفل المعجزة وكان الساحر بالفطرة مع كبرياء وشخصية متغطرسة وأصول نبيلة رفيعة المستوى، واتولدت أسوأ شخصية في التاريخ.
فبيفكر بطلنا انه يضيف بعض السمات بما انهم بيستخدموه كنموذج، فبيقرر يضيف سمة التفاهم لانه على الاقل لازم يكون اكثر فهما منه، وبينتهي بيه الموضوع انه بيكون ضايف كل السمات اللي بيشوف انها رائعة بالنسبة له. وبعد ما بيخلص بيقرر انه يرجع الاعدادات الاصلية قبل ما يحصل خطأ تاني، وبيتخض بطلنا من صوت رسالة جت على موبايله وبيطلع انه المؤلف. فبيسأله بطلنا لو كان عايز يغير في اي نموذج علشان ينفذها له دلوقتي، فبيقوله لا انا بس قاعد بتفرج. فبيستغرب بطلنا ما بيفهمش هو قصده ايه، وبيسأله لو قصده انه بيعمل فحص مشترك، فبيقوله لا بص من شباك. واول ما بطلنا بيبص بيتصاب بحالة من الذهول لانه بيشوف ثقب دودي اتفتح في السماء، وبتنزل طاقة شريرة لونها احمر وبتتشكل على شكل جمجمة وايادي كتير بتسحبه لعالم تاني، وكل حاجة قدام بطلنا بتكون سودا. وبيظهر صوت بينادي على ديكولين وبيصحيه وبتقول له انت عايز تنام لحد امتى؟ انا مش عارفة انت مسمي نفسك انسان ازاي. وبطلنا بيفتح عينه وبيقول انه عدت ايام من ساعة ما استحوذ على الجسم ده، بس الايام عدت وكأنها حلم. وبتقول له البنت اللي بتزعق انت لحد امتى هتفضل حابس نفسك في الغرفة، وبتعرفه انه كده هيجيب العار للعائلة، وبترمي له الورق على الارض وبتأمره انه يتحرك لو مش عايز يطرد من وظيفته كبروفيسور، وبتسيبه وتمشي. وبنعرف ان بعد اليوم اللي اتغيرت فيه السماء استيقظ في المكان الغريب ده وعدى على وجوده اسبوع، وبنعرف انه انتقل لعالم اللعبة اللي كان بيطورها، واتأكد من كده لما ظهرت سيناريوهات مألوفة قدامه واتجسد في أسوأ شخصية في اللعبة، شخصية مقدر ليها الموت وما تقدرش تتجنبه مهما جرى لأنه أصبح الشرير ديكولين. وبنشوف بطلنا نايم على السرير في غرفة نوم ديكولين جوه قصر بوكالاين الكبير، وبيحكي انه في الاول كان بيظن انه جوه حلم، بس بمرور الوقت شعوره بالحياة اللي بقى بيحس بيه خلاه يتقبل الموضوع كواقع ليه، لانه بعد ما مات بالطريقة دي ممكن يكون انه بيختبر نوع حياة اخر، بس اللي بيكون متأكد منه انه بقى جوه اللعبة اللي كان بيطورها، والشخصية ديكولين انه زعيم منتصف اللعبة، واللاعب بيواجهه بغض النظر عن المسار اللي بيختاره لانه عدو لشخصيات كتيرة جوه اللعبة، وبيكون حلقة ربط بين احداث اللعبة. وبيكون متضايق جدا وبيتساءل لو كان لازم يكون الشرير بالشكل ده. لما بيفكر في الشخصية بيكون الحاجة الوحيدة اللي عرفها هي مقدار المانا عنده، بس ما بيكونش عارف ازاي يستخدمها، حتى انه ما يقدرش يدافع عن نفسه بالحالة دي لانه لما اختبر الوظائف اكتر من 1000 مرة اثناء التطوير ما نجاش منها ديكولين الا في سيناريو واحد بس، لما كان شرير خلق ليؤدي دوره على اكمل وجه كزعيم منتصف اللعبة قبل ما يتم القضاء عليه. وبنشوف الوثائق اللي سابتها البنت وهو نايم بيكون اسمها ييرل فون ديلون، وبتكون الأخت الغير شقيقة لديكولين، وهي الشخص اللي بيتصرف بصفته السيد الحقيقي لعائلة يوكولاين بدل ديكولين. وبتكون علاقتها مع ديكولين متوترة مش أحسن حاجة، وبيفتكر كلامها قبل ما تمشي من الأوضة وهي بتقوله إنه لو مش عايز يطرد من منصبه اللي بيحبه كأستاذ فلازم يروح ويشتغل. وبيفتكر إنه النهاردة في محاضرة ولازم إنه يجهز نفسه لأنه ما ألقاش محاضرة قبل كده طول حياته، فلازم انه يجمع معلومات. وبتظهر رسالة ان الهدف الاساسي للبقاء انه يبقى ليه دور محوري في القصة، والهدف الجانبي القاء المحاضرة، وانه حصل على نص عملة للمتجر، وبيقول انه لازم يبدأ يتحرك. وبيكون عمال يفكر هو ليه مش قلقان من المحاضرة، والطبيعي انه يقلق لانه مش عارف هيقول ايه، بس بيطمن لانه بيفتكر ان دوكولين عنده سمة الفهم، ودي بتخلي عنده القدرة على فهم اي حاجة، وبيتفاعل من استهلاك المانا. ولما بيدخل الحمام وبيغير هدومه بيبص على نفسه وبيقول ان ذاته الاصليه كانت هتعتبر الهدوم دي مبالغ فيها، بس هي دلوقتي شكلها انيق ومريح، وده بسبب تأثير ديكولين من هيبة وهيمنة وحسه الجمالي. وكان كل حاجة من حواليا بتقول إن هو ده جسدك، بس في الحقيقة ما أقدرش أتصرف بغير الآداب المتوقعة من الجسم. حتى الأشياء اللي كان وجين هيحس بعدم الارتياح ليها أصبحت طبيعية دلوقتي. وبيخرج علشان يروح المحاضرة وبيكون مستغرب لسه لأنه بيحس بشعور مريح جدا مع إنه رايح لمحاضرته الأولى، بس بيفكر نفسه إنه نبيل بارز وعنده مكانة عالية، وبيركب عربية وبيكون مش مصدق لأنه مركبش عربية بالرفاهية دي حتى في حياته الحقيقية. بس التفكير في السيارات الفارهة رجع له ذكريات الماضي لما كان صاحب حبيبته مستنيها، فبيغضب جدا وبيوقف تفكير وبياخد باله بوجود شخص جنبه، وبتساءل مين الفتى ده. وبيلتفت له الولد وبيحيي ديكولين وبيقدم له مجموعة أوراق، وبتساءل إذا كان الولد ده سكرتير ديكولين أو مساعده، فبيسأله لو كان ساحر، فبيأكد له الولد وبيعرفه إنه كان تحت إشرافه من 3 سنين، والأوراق اللي قدمها له هي محتوى المحاضرة من أولها لآخرها. وبنعرف ان ديكولين ما كانش بيحضر لاي محاضراته، واللي كان بيتعب في تحضيرها هو المساعد ده، فبيمدحه ديكولين وبيستغرب السواق والمساعد من كلامه لانها اول مره يمدح حد،
حتى وجين بيحس بإحساس غريب جدا وألم في معدته بعد الكلام ده، وعرف إن هي دي طبيعة ديكولين. وبيوصلوا لمكان شغل ديكولين، وبيكون الجامعة الإمبراطورية، وبيكون مكان المحاضرة هو في قاعة روتيو، وبيكون الطلاب جوه المحاضرة مبسوطين جدا لأنهم هيحضروا محاضرة لديكولين العظيم العبقري من صغره في التعاويذ السحرية. فبيدخل عليهم ديكولين وبيعرفهم بنفسه، وبينبهروا كل البنات من جماله. بس من بين الحضور كان في طالبة كل مشاعرها تجاهه هي الغضب والكراهية، وبتبقى مبسوطة إنها أخيرا قابلته لأنه بيكون عدو والدها. وبنرجع فلاش باك للبنت دي، وبنعرف إن والدها انتحر من 3 سنين، لأن بعد ما كرس حياته لتفسير التعويذ في حد جه وسرق أوراقه البحثية، واللي سرق الورق ده بقى معروف للناس إنه عبقري تفسير التعويذ، والسارق ده هو ديكولين. بس أنا ما كانش في إيدي حاجة أعملها، لأن بعد وفاة والدي فقدت كل شيء، فقدنا المنزل وأراضينا وأي حاجة ذو قيمة، وبقى ما عندناش مكان نروح فيه. ووقتها أقسمت لنفسي إني هنتقم من الوغد ده. ومن بعد اليوم ده فضلت أشتغل ليل ونهار لغاية ما تم قبولي في الجامعة الإمبراطورية مع الأستاذ ديكولين. وبتتساءل إزاي شخص عمل الحاجات دي كلها وبيكون غير مبالي للحد ده، ومن جواها بتبقى في قمة غضبها وعايزة تفضحه وتنشر أكاذيبه وتقتله لأنه واقف مكان والدها. وبتحاول إنها تهدي نفسها علشان لو هي عايزة تقضي عليه فلازم إنها تحضر نفسها أكتر وتحصل على انتقام مثالي. ويبدأ الأستاذ ديكولين إنه يلقي المحاضرة، وبيبدأ يعرفهم إن السحر بينقسم بشكل كبير لثلاث خصائص وتسع فئات، والخصائص دي هي الأصل وهو أساس السحر، والعناصر وهي التركيب الفيزيائي، والمادة هي الوسيلة. وبالنسبة للفئات عندنا الاستدعاء والروحانية والتدمير والدعم والتلاعب والمرونة والسحر والتناغم، وآخر حاجة هي التخصص. والمنع عندنا طرق مختلفة لاستخدامها، وبتعتمد على الجزء اللي بيحتفظ بالمانا. يعني مثلا الصحراء بتحتفظ بالمانا جوه الدماغ علشان يكون سهل تصور التعويذة، عكس الفرسان فبيخزنوها على هيئة مضخات متوزعة في جميع أنحاء الجسم. واخر حاجة الدانتيان، فهو بيدمج بين الداخلي والخارجي وبيكون ملائم للجميع، وبتكون المحاضرة ماشية بسلاسة جدا اكتر ما هو متوقع. على الرغم من انه بيقرأ النص مكتوب، بس بيشرحه كأنه فاهمه بكل محتوياته. وسمات الهيبة والكرامة بتخلي انتباه الكل متركز عليه، وسمة النخبة بتحسسه بعدم الضغط وان الامر طبيعي. وبينهي كلامه عن المحاضرة وبيكون في آخر سطر مكتوب، وبتردد يقوله ولا لأ، لأن الشخصية ديكولين القديمة ما كانش هيقرأه بس بيقرر إنه يقوله. وبيسألهم لو في حد عنده سؤال، وبيسود السكوت في القاعة، فبيطمن إن محدش سأل. بس بيطلع شخص من بين الطلاب وبيقول إن تم العثور على تعويذة غامضة في سكن الصحراء امبارح، وفي ناس بتقول إن هي فعل شيطاني. بما إنك عبقري في تفسير التعويذ، ممكن تقول لنا ايه رأيك؟ وبنعرف اسمها ايفيلين، فبيبص لها ديكولين ببرود وبيسألها لو كانت فعلا من برج الصحراء. فبتتوتر البنت وبتقول له تسأل ليه، فبيرد عليها انه المفروض انها تعلن عن انتمائها الاول، وبيعرفها انه مش هيقبل سؤال من طفلة بتفتقر لأبسط قواعد الآداب. فبتتوتر جدا وبتتحرج وبتعتذر له. وبنعرف انه احتاج 1300 وحدة من المانا علشان يفهم نص المحاضرة، فبيكون قلقان من كمية المانا اللي هيحتاجها علشان يفهم تعويذة ما شافهاش قبل كده. وفي الوقت ده وديكولين بيتحرك ناحية الباب، بيكون الطلاب بتضحك على ايفيلين، فبتتضايق جدا وبتعرفه ان برج الصحراء بيرفض تفسيرها، وبيقول ان مجرد شائعة ملهاش اساس. بس انا مؤمنة انك هتقدر تحدد لنا فائدة التعويذة. وبتجمع طاقة في ايدها وبتظهر صورة للتعويذة قدام كل الطلاب، واول ما بيبص لها الاستاذ بتنخفض المانا جدا من 3370 نقطة مانا ل 360 نقطة مانا بس. وبتعرفوا ان مجموعة من الطلاب فضلت تحللها في السكن بس من غير اي تقدم. ممكن تدينا تلميح؟ فبيرد عليها ديكولين انه مش محتاج يديها تلميح، وبيعرفها انه سحر حواجز من فئة التعويذات، واكيد كان في حد بيحاول يحبسكوا جوه. وبيسيبهم ويمشي، وبنروح لايفيلين وهي بتاكل وبتبقى متضايقة جدا لأنها كانت عايزة تحرجه وتبين مهاراته الزايفة في التفسير بتعويذة غير معروفة. بس أكيد هو اتفاجئ علشان يتهرب من الموقف، وصفها بأنها تعويذة سحرية، لأن سحر التعويذ معقد جدا ودايما بيحتاج وسيط. فازاي ممكن تعويذة لو ما كانش فيه وسيط؟ وزميلتها بتيجي جارية عليها وبتقول لها ان هي نجحت في فهم التعويذة لما اعادت صياغتها كتعويذة حاجز، وبتكون مندهشة جدا لانهم كانوا خايفين يسألوا اي اسئلة للاستاذ.
فبتستغرب ايفلين جدا وبتسألها يعني فعلا طلعت حاجز، فبتقول لها اه. فبتصيب ايفلين خيبة امل لانها بتكون مش عارفة ازاي عرف يفسرها من غير وسيط، وبتقول انه اكيد كان تخمين، وبتتوعد له جدا انها هتفضحه قريب قوي. وبنروح عند بطلنا وهو بيقول انه اثناء ما كان بيحلل صيغة التعويذة ظهرت خطوط كتيرة جدا وشكلت دايرة سحرية مخيفة، مجرد النظر ليها كان كفيل انه يجمدني في مكاني وشعرني بتوتر، وبصعوبة قدرت أفهم طبيعة التعويذة. وحتى لو كان عندي ضعف المانع اللي عندي، هيكون من الصعب أفهم مبادئ التعويذة بشكل كامل. بس كويس إن الموضوع عدى على خير. وبيجي له صوت بيقول له إنه مضى وقت كبير، وبطلنا بيبص بعينه بيشوف مين، وبتطلع نفس البنت اللي شافها كتير جدا على شاشة الكمبيوتر، نفس الشعر الأبيض اللي زي التلج والعيون الشفافة. وبنعرف ان اسمها يولي فون ديا فريدن، وبتكون خطيبة ديكولين وشخصية مميزة جدا هتوصل لثروة الفروسية يوم من الايام. فبتسأله يولي اخباره ايه، فبيرد ببرود اعتبري ان كويس. فبتبصله بنظرات حادة وبتقوله يعني امورك ماشية كويس حتى بعد ما خالفت الوعد اللي وعدتني بيه الاسبوع اللي فات. فبيستغرب ديكولين لانه ما عندوش اي فكرة عن وعدها اللي بتقصده، بس بيقرر انه يتصرف وكأنه فاهم هي تقصد ايه. بس هي بتقوله ان شكله مش فاكر وعايز يهرب زي المرة اللي فاتت. فبيتأكد ديكولين انها مش هتسمح له انه يمشي، فبيقول لها انه ممكن انه نسي بسبب المرض اللي عانى منه لفترة، ممكن تفكريني بالوعد اللي قطعناه. فبتستغرب يولي جدا وبتتذكر الوعد في دماغها لما وعدته انه لو اعترف بكل الاكاذيب والخدع اللي ارتكبها لحد وقتها هي هتفضل معاه للابد حتى لو انهار العالم. بس هي بتتضايق جدا لانه مش فاكر الوعد، وبتقوله انه كان غلط ان هي تثق فيه، وبتقوله امشي، وهي كمان بتمشي وهي حزينة. وبنعرف انها وديكولين كانوا مخطوبين علشان الاستقرار السياسي، لان لو استطاع ديكولين عبقري السحر ويولي اعظم فارسة انهم يوصلوا للتناغم، فهيكون مفيد من الناحيتين السياسية والسلالية. ومفيش أي من العائلتين اعترض على الزواج لأنه كان هيعزز قوة العائلتين. وبتوافق يولي على الزواج وكأنه واجب عائلي حتى لو مش بتحبه. بس في النهاية اكتشفت العائلتين الحقيقة، وهي إن كل اللي بيظهره دوكولين من موهبة مش أكتر من خدعة. ومع كده حافظت العائلتين على الموضوع كسر لأنهم ما كانوش عايزين يكونوا من الموضوع للنميمة، وهم بيتمتعوا بسمعة مرموقة. بس أنا ما قدرتش إني أسامح الموضوع. يعني أقدر أتحمل الزواج بلا حب، بس ما أقدرش أتحمل إنه يخدع العالم كله، وهو ده قناعتي كفارسة. وبنعرف انهم وقت ما كانوا مع بعض هو وافق على وعدها وقال لها انه هيعمل اللي هي عايزاه، بس اللي حصل عكس، لانه في النهاية نقض عهدنا. وبنروح عند بطلنا وهو رايح على برج السحر وبيكون مبهور جدا بمنظر الجامعة الإمبراطورية، وبيفتكر أيام ما سهر هو وفريقه ليالي كتيرة علشان يصنعوا الأجواء المميزة دي. وفجأة بيحس بحد جاي من وراه وجاي جري، فبيتوتر بطلنا وبيسدد له ضربة سريعة في وشه بتوقعه على الأرض. فبيعتذر الفتى لديكولين، بس هو كان عنده حاجة ضرورية لازم يقولها له. في الأول بيفتكروا ديكولين إنه نفس الشاب زورو اللي كان راكب جنبه في العربية، لأنهم بيكونوا قريبين جدا في الشبه من بعض. بس هو بيقول له إن اسمه ألين. وبنعرف إن الحاجة المهمة والعاجلة اللي كان عايزه علشانها هي قائمة رعاة للصحراء الجدد. وبنعرف إن برج الصحراء بيكون عامل زي المؤسسات البحثية في العالم الحقيقي، من حيث إن الأبحاث بتحتاج فلوس علشان تقدر تحقق تقدم سحري، والأساتذة بتقدم كل سنة فلوس للصحراء الجدد كرعاية. وأثناء ما ديكولين بيتفرج على أوراق الصحراء الجدد بيشوف اسم منهم بيلمع باللون الذهبي، وبيكون نتيجة السمات اللي ضافها اللي هي مغناطيس الثراء والبصر الحاد. وبيكون السماتين اشتغلوا مع بعض، وبيتوقع ان الاسم ده هيكون مربح ليه بعد كده. وبنعرف انها ايفرين لونا، وبيفتكرها ووجين انها شخصية بارزة في اللعبة وفقدت باباها بسبب ديكولين، بس بيستغرب لان مفيش اي حد من الرعاة قدم ليها فلوس. فبيعرفوا ألين إن الكل واخدين حذرهم من الموضوع ده، بس وجين بيكون معجب بشخصيتها لأنها ما التحقتش بأي أكاديمية لتعلم السحر وتعلمته لوحدها، علشان كده موهبتها محدش ينكرها. بس مع كده إيفرين هي عدوة ديكولين، بس لو كل حاجة مشيت زي اللعبة الأصلية فهو هيواجه نفس المصير وهو الموت، لأن في اللعبة بيموت ديكولين بطرق مختلفة، لا إما عن طريق سيف في قلبه أو عصاية في راسه أو شخص هيسممه أو يتعرض لوجهة نظر عن اللي بيحصل. الحقيقة الموحدة إنه هيموت،
علشان كده لازم ياخد قرارات مختلفة لو عايز يفضل عايش. علشان كده بيوقع على استمارة إيفرين وبيقول إن دوكلين الحقيقي ما كانش هيعمل كده، وبيدي الاستمارات لألين وبيطلب منه إن يجيب له بعض الكتب. وبيقول بطلنا إن قبل أي حاجة هو عايز يجمع فلوس كتير، لأن بعض ظروف الموت محتاجة فلوس علشان تتحل، وإن الاستثمار في الصحراء الجدد هي واحدة من الطرق دي. بس لوحدها مش كفاية، وكمان العالم ده مليان شخصيات بتكرهه جدا وهيلحقوه بدون رحمة. علشان كده لو مش عايز يموت هيحتاج انه يحصل على قوته الخاصة، ومفيش سبيل قدامه غير انه يبقى اقوى. بس المشكلة ان دوكولين عنده مواهب متوسطة، ولو استمر الوضع كده فمش هيقدر انه يواجه خطر المستقبل. بس الحاجة الوحيدة اللي بتكون مريحاه هو تخصصه، لان على الرغم من ان دوكولين ما بيقدرش يتحكم في العناصر الاربعة زي ما هو عايز، بس بيقدر انه يتحكم في الارض والنار، وموهبته في السحر التلاعب ملهاش حدود. ونتيجة دمج عنصر الارض والنار بينتج عنصر المعدن. وتمكن ديكولين من تعزيز خاصية تانية مميزة وهي لمس الدماس، وبالشكل ده قدر ديكولين انه يتحكم في عنصر المعدن ويشكله على شكل سيف ويحركه عن طريق التحريك الذهني. وبالرغم ان التحريك الذهني مدرسة غير سائدة، الا انها تقدر تعوضه نقص قوته من خلال جودة المعدن. بس علشان يستفاد بكل ده لازم انه يتعلم التحريك الذهني، وفعلا بيبدأ انه يتعلمها، وبتتدفق كل تعاويذ التحريك الذهني الاساسية جوه عقله، وبيقرر انه يتأكد من القدرة الجديدة، وبينجح انه يحرك قلم الحبارة من على المكتب. وبنعرف ان التلاعب الذهني الاساسي تم حفظه بحيث انه يقدر يستخدمه دون تعويذة. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو وصلت لحد هنا انزل قولي في الكومنتات لو حابين تشوفوا الجزء التاني. انا اخوكم هانتر، اشوفكم بخير في فيديو جديد.